احنا عايشين ليه؟ تفتكر كل حاجة انت بتعملها في الحياة مرتبطة بموتك؟ ازاي حاجة موجودة ومش موجودة تخليك تعمل اللي انت بتعمله وايه اللي انت بتعمله؟ وعشان نفهم الموت لازم نفهم الحياة، او على الاقل ناخد فكرة ما المعنى في الحياة، لان في فرق كبير من ما معنى الحياة وما المعنى في الحياة. كتير من الشخصيات التاريخية البارزة قدمت اجابة على السؤال ما الذي يجعل للحياة معنى إن وجد. ولما موضوع معنى الحياة بيثار الناس بتميل لسؤال واحد من الأسئلة الثلاثة. انت بتقول ايه يا عم انت؟ ما معنى حياتي؟ وهل حياتي ليها معنى فعلا؟ واكيد معنى الحياة مش السعادة، يعني ممكن شخص يكون سعيد جدا لكن حياته تبقى فارغة او ملهاش قيمة حقيقية، وممكن شخص يعاني او يضحي براحة كبيرة ومع ذلك حياته تكون شديدة المعنى. ممكن تضيف معنى لحياتك من خلال اكتشاف علمي، إبداع. المعنى مش زرار أون وأوف، الحياة ممكن تكون أكتر أو أقل. في فترات معينة من حياة الشخص ممكن تكون أكتر معنى من غيرها، وأمثلة للأشياء اللي غالبا بنشوف فيها معنى هي الحب، الصداقة، مساعدة الآخرين، المعرفة، الفهم، الاكتشاف، الفن والابتكار. وده بيفتح دماغنا على سؤال مهم، هو ايه المشترك ما بين الحاجات دي كلها اللي بيخلي ليها معنى؟ للأسف مفيش إجماع. بعض الناس كانت شايفة ان المعنى مش حاجة واحدة أصلا، دي مجموعة حاجات متداخلة، زي ان يكون عندك هدف كبير، أو يكون ليك تأثير، أو إن حياتك تكون قصة مفهومة، إنك تتجاوز مجرد الاحتياجات الحيوانية، أو إن أنت تقدم حاجة تتعداك. وفي اتجاه تاني بيقول إن المعنى أساسا مرتبط بإن حياتك تكون قابلة للفهم داخل إطار أكبر، يعني تعرف أنا مين، بعمل ايه وليه بعمله، وازاي افعالي داخله في قصه او سياق اكبر مني. لكن حتى دي مش متفق عليها باعتبارها التعريف النهائي. تفتكر الاشخاص غير الاشخاص زي الحيوانات او الاطفال الرضع او الاطفال الصغيره يمكن يكون ليهم معنى في حياتهم؟ ولا دي حاجه انت بتتبلى بيها في سن معين؟ انت كانسان بتتولد في الظلام، فراغ، انت اهو واقف حواليك سواد وبس، معكش اي حاجة ومفيش غير نور واحد بس بعيد وباهت. هنا بقى احنا بنسأل ليه الانسان مش بيقف مكانه وبيستنى النور يجيله؟ وليه الانسان بيقعد ويلف ويدور في الضلمة؟ بيدور على ايه؟ احنا بنلف وبندور على ايه؟ وعشان نجاوب على اول سؤال ليه الانسان مش بيقف مكانه وبيستنى النور يجيله، لانه للاسف الشديد الانسان مش كائن سلبي مستني النهاية بسبب البيولوجيا. يعني احنا مبتلين بوعي وبيولوجيا حكمانة، يعني صباح الخير للحرية في ابسط مستوياتها. الجوع بيقودك ان انت تدور على طعام، والعطش بيدفعك في ان انت تدور على مية، والألم بيدفعك للانطواء، والبرد بيدفعك في ان انت تدور على دفء. طب ليه الانسان بقى بيلف ويدور في الضلمة على حاجات اكتر او تتجاوز البيولوجيا بتاعته؟ لان الانسان تجاوز فكرة البقاء الفوري. انظمة المكافأة والتحفيز بتقودنا في ان احنا نسعى لحاجات من المتوقع منها ان هي تحسن من مستقبلنا. والانسان رائع جدا في ان هو يتجنب الوحدة. الانسان كائن اجتماعي بدرجة امتياز 10/10. الارتباط والانتماء، حماية الأطفال، البقاء. جزء من الجماعة بقى مرتبط ارتباط فظيع بالبقاء البيولوجي. فالإنسان ما بقاش يصحى بيقول أنا عايز أعيش النهاردة، لا ده أنا عايز أشتغل، لا أنا عايز أحقق أحلامي، لا ده أنا عايز أربي ابني أفشخ تربية، لا أنا مش عايز أخليه يشوف الحاجات اللي أنا شفتها، يا رب أشوفها النهاردة في المواصلات، يا سلام لو الرجالة توافق على سفرية الأسبوع الجاي. لا وكمان بعديها الوعي بيقولك يلا يا باشا احنا هنعيش للمستقبل. فكل هدف انت ما وصلتلهوش ولا عملته بيولد عندك حالة مستقبلة ان انت لازم تتوجه اليها. وعادي جدا البشر عندهم القدرة ان هم يحطوا اهداف ملهاش علاقة اصلا بالبقاء الجسدي. طب لو كان البقاء على قيد الحياة بيفسر سبب تجنبنا الموت، فانه بيفسر ليه احنا بنطارد حاجات ملهاش اي 30 لازمة مش ضرورية للبقاء على الحياة. هل ده طموح؟ هل ده معنى؟ حب؟ تضحية؟ إرث؟ هوية؟ طمع؟ هوس؟ ولا دي طريقة الإنسان في إنه يعبر عن ثورته تجاه الموت؟ عارف اللي هو ما أنا ميت ميت، أنا ميت ميت على أي وضع، فأنا هاخد وهاخد. جزء كبير من سلوك الإنسان ممكن يتفهم على إنه مقاومة للمحدود. الموت بيقولك وقتك محدود
ممتلكاتك مؤقتة، عاجلا أم آجلا أنت هتخسر كل حاجة. في النهاية this claims all. الرد الممكن من البشر لحاجة زي كده ممكن تكون الطمع. أنا عايز أكتر، فلوس أكتر، ممتلكات أكتر، خبرة أكتر. الجشع أو الطمع أحيانا بيبقى محاولة للتغلب على ندرة الأشياء، والموت هو الندرة الأكبر. وقت محدود، تجارب محدودة، ممتلكات محدودة، كل حاجة محدودة. فأنا عندي وقت صغير جدا وعايز أجرب فيه كل حاجة. بس لما نروح للهوس، الهوس بالشيء مثير للاهتمام، لأن الموت بيخلق للإنسان مشكلة وحشية. أنت عندك مليارات من الاحتمالات اللي أنت تقدر تعملها في حياة صغيرة ومحدودة. الهوس بيحل المشكلة دي بإنه يستقصي كل الاحتمالات من الأساس ويقللها لواحد، singular، شيء واحد. لما تقلل المليار لواحد بيبقى عندك وجهة، مكان تروحه. والهوس حلاوته ان هو مش بالضرورة يكون نابع من الخوف من الموت، ده التزام بشيء معين بيخلي الحياة الفانية ليها أهمية. بس فكرة الثورة، التمرد على الموت، ده اللي انت بتعمله كل يوم. انت مفكر ان انت بتطمح او بتطمع او بتخلف او بتكتب كتاب او بتعمل فن، بتبني بيت او شركة او مشروع، بتطلب شهرة، بتحفظ اسامي الموتى وبتصورهم وتبني ليهم مقابر. انت بتتمرد، بتخلف عشان حاجة منك تكمل، بتبني عشان حاجة تعيش أطول منك، تسعى للشهرة عشان اسمك ما يموتش مع جسمك، and so on and so on and so on. احنا مش بس بنحاول نعيش، احنا بنحاول نخلي حاجات مننا ترفض تموت معانا. الموت فرض على الإنسان حقيقة واحدة، إن وجوده محدود، والتمرد كان رد الإنسان على الحقيقة دي. مرة بيتمرد بالطمع، أنا عايز أكتر، مرة بالطموح، أنا عايز أبقى أكتر، ومرة بالإنجاز عشان يسيب حاجة منه بعد ما هو نفسه يختفي. ومن هنا ممكن تبص على حاجات زي الطموح، الشهرة، الإنجاز، الفن، تكوين الأسرة، بناء شركة، اكتشاف علمي، حتى الرغبة إن اسمك يفضل موجود، كأنها أشكال مختلفة من مقاومة فكرة إن وجودك مؤقت. هرجع أقولها لك بشكل تاني، طمع، الطموح، الإنجاز مش هما التمرد نفسه، دول أشكال مختلفة للتمرد. أما أصل التمرد فهو رفض الإنسان لفكرة إن هو محدود، مؤقت، ضعيف، وقابل للاختفاء. الموت بيحط الإنسان حد، والإنسان طول حياته بيحاول يتمرد على الحد ده، حتى لو كان واعي أو غير واعي بشيء زي كده. أنا مش محتاج أفكر في الموت عشان أهرب منه، جسمي اتبنى اوريدي على أنظمة بتخليني أهرب منه قبل حتى ما أعرف يعني إيه موت. كمثال مثلا، الحيوانات غير عاقلة، بس لما الكلب ينبح على القطة بتخاف وتجري. بتخاف وتجري ليه؟ ومن ايه؟ هي مش عاقلة ولا واعية بمفهوم الموت ولا حتى العدم. الكلب خطر، ممكن يهدد حياتها، ممكن يسلب حياتها، فحرفيا هي مش بتجري من الكلب، هي بتجري من فكرة الموت، حتى لو هي مش واعية بشيء زي كده. طفل رضيع بيعيط لما بيكون جعان، الجوع بيسبب ألم، كتر الألم هيسبب موت. فواعي أو مش واعي، كل أفعالنا هي تمرد على فكرة الموت. كل حاجة وكل شيء حي بيتمرد على فكرة الموت. ومعرفش لو فعلا في استثناءات ولا لأ. يمكن الحياة من أولها مش بتحاول تعيش للأبد كفرد، هي بتحاول ببساطة إن هي ما تتقطعش. ولما الإنسان فهم شخصيا إن هو هينقطع، بدأ يدور على طرق جديدة للاستمرار حتى بعد ما جسمه هيختفي. طب ليه إحنا بنتمرد على الموت؟ لأن إحنا ككائنات حية عندنا ميل للاستمرار والسيطرة والاختيار، والموت هو الحد النهائي اللي بيسلب منك التلاتة. فالتمرد محاولة لاسترجاع شيء من السيطرة قدام حاجة احنا مش هنقدر نسيطر عليها بالكامل. طب ليه احنا اصلا عندنا ميل للاستمرار؟ لان انت ما كنتش موجود قبل ما تتولد وقعدت قدام اختيارين، حياة او موت، وبعدين اخترت الحياة. فعلا انت بالفعل ظهرت ككائن حي. الكائن الحي بطبيعة نظامه بيحافظ على استمراره. جسمك بينظم حرارتك وبيصلح التلف وبيطلب أكل ومية وبيتجنب التهديدات من غير ما يستأذنك أصلا. دي خصائص أساسية في الكائن الحي. طب ليه بقى الحياة نفسها بتحافظ على نفسها؟ اللي هو بمعنى ليه الحياة أصلا بتميل إن هي تستمر بدل ما تتوقف؟ ليه ظهر أصلا شيء اسمه سيلف مينتيننج؟ وهنا هنا مفيش ليه، ما نعرفش، أو بمعنى أصح أنا معرفش، ولا العلم يقدر يجاوب على سؤال زي ده حاليا، لأن فعلا دي النقطة اللي بيقف عندها كل حاجة. نهاية
مسدودة. وكملخص، انت ككائن حي، انت حياة. اللي انت بتعمله انت بتتمرد على فكرة الموت. ليه؟ معرفش ليه. يعني انت في حاجة كده في دماغك او في وعيك بتقولك تعمل كده، ومعرفش ليه. يعني هل انت مثلا يمكن لو فهمت نفسك بقى عندك سيلف اويرنس درجة فظيعة يمكن تفهم؟ معرفش. I don't know. انا مش بقول فكرة ان مفيش اجابة، لا انا بقول فكرة ان انا ما عنديش اجابة دلوقتي. يمكن حد تاني يكون عنده. ما اعرفش، بس هي يمكن. طبعا عشان نجاوب على اول سؤال اللي انا حاطه في اول الحلقة واللي انا نسيته، انا ما اعرفش نسيته ازاي، احنا عايشين ليه؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال زي ده المفروض نحطه ما بين سؤالين. الحياة هي تمرد على الموت. طب ليه بنتمرد؟ عشان نعيش. طب احنا عايشين ليه؟ عشان نتجنب الموت. طب احنا بنتجنب الموت ليه؟ لأن الموت هو المجهول، واحنا بطبيعتنا للاسف بنخاف من المجهول. انت لو فهمت اي حاجه من الفيديو اللي انا عملته ده، عايز اقولك انت كينج، لان انا ذات نفسي انا مش فاهم ايه اللي انا كاتبه ولا انا ايه اللي قايله. انا مش فاهم حاجه. فجود لك.